عاد تلقاتني الوقت نهار كامل وانا كنجري، بغيت ندير لكم غير فيديو، تعطلت دابا باش ندير لكم فيديو. كنعتذر وضرني راسي كاع. خصني شي حاجه ديال الراس، خصني شنو يسميوه، خصني الباراسيتامول ياك. باراسيتامول ملي بغيت نشري شي باكيه ديال الباراسيتامول لقيتهم كلهم شنو فيهم واحد الماده مع الباراسيتامول سميتها الكافيين. الكافيين يعني القهوه، وبالتالي بغيت نسولك اول حاجه واش القهوه مزيانه للبرد، وعلاش الكافيين مع الباراسيتامول. اول حاجه شنو لقاو الدراسات؟ لقاو ان الكافيين كيسرع الامتصاص والاستفاده من الباراسيتامول. علاش؟ فالكافيين تيخوي المعده بالزربه، وبالتالي فالامتصاص ديال الادويه كيكون سريع. النقطه الثانيه ان الكافيين شنو كيدير؟ كيمشي كيبلوكي ليا واحد المستقبلات، وبالتالي فتيسرع ليا ان الالم كينقص. عنده واحد ليفي انالجيزيك، بحال الحديد مع الفيتامين سي كيمشيو مزيان. يعني كاين واحد الحوايج اللي كيمشيو بعضياتهم مزيان، وبالتالي فالباراسيتامول بلاصه ما ندير واحد الكميه كبيره، وبالتالي غنكون كنطلع لي باتوتوكسيسيتي ولا السميه ديال الكبده، كنزيد معاه الكافيين، وبالتالي فكنستافد من الباراسيتامول بكميه اقل بكثير. بحال دابا ب 500 ملغ ديال الباراسيتامول كنزيد واحد 65 ملغ ديال الكافيين، غنستافد اكثر. وبالتالي فالدور ديال الكافيين هنا يساعد على امتصاص والاستفاده من الباراسيتامول، والم الراس كينقص ليا بالزربه. الا ان الناس اللي عندهم مشاكل في البالبيتاسيون في القلب يقدروش ياخذوا الباراسيتامول اللي فيه الكافيين، وبالتالي ديما في الادويه من الافضل استشاره طبيه. وباش نجاوبك على السؤال الاخر، هو ان الكافيين واش مزيانه القهوه ولا لا، ما عندها حتى علاقه بالبرد، وانما القهوه مزيانه مع الباراسيتامول، الكافيين مزيانه مع الباراسيتامول. بارطاجي لي هذه المعلومه مع اصحابكم، والله يشافي جميع واكي عون ربي.